اللي فيكوا هتنطق يا جماعه، اللي فيكوا هيزعل بتتوشوشوا بتقولوا ايه؟ لا ده موضوع عادي يعني. لا ده سر. اوعي تقعي بلسانك عشان عارفاكي. تخبوا عليا يا بنات؟ ماشي. قلت لكم هيزعل بجد. رانيا اوعي تقولي له. انا مش عايز اعرف اصلا. يا ساتر عليكم كيدين. اعوذ بالله. وانت يا سعد لسه بتتقمص زي العيال الصغيره؟ ما كبرتش ابدا. ما هو بيخبوا عليا. رانيا جالها عريس بجد؟ والله. وايه، عريس ابن حلال ومن عيله وكمان بيشتغل في النيابه. الله الله الله، طب ما ده خبر حلو، بتخبوا عليا ليه؟ بيلعبك يا عبيط. انا راهنتهم ان احنا لو عملنا كده هتزعل زي العيال. انت زعلت زي العيال صح؟ لا ما زعلتش، انا ما زعلتش. مبروك يا رورو. الله يبارك فيك يا حبيبي. وده هيجي امتى بقى ده، ولا عرفك منين اصلا العريس ابن الناس ده؟ ما تتلمي يا سعده. الله، ده صاحب جارنا مصطفى عويس وشافني في فرح اخته اللي كان من اسبوع. وهيجي امتى بقى؟ يوم الخميس. مبروك. مش قصة هيجوا امتى، قصة ان انا مش مرتاح. ليه بس يا حاج؟ كلام البنات كده بيقولوا ان هم مش من توبنا. يا حاج صلى على النبي في قلبك والساعة بيت. عليه الصلاه والسلام. مش من توبنا ايه؟ ما البنات متعلمين وزي الفل، وانا حاجة اتشرف. ولسه لما ابقى نجم يا لهوي. القصة مش قصة تبقى نجم، القصة انك عمرك ما هتبقى نجم ولا هتشوف النجومية. ومش قصة تعليم، القصة قصة ان انا مش مرتاح. هو ابوك كده طول عمره، اول ما يحس انه هيقابل حد جديد يقلق. تقولش عامل عامله. مش قصة عامل عاملة، قصة ان انا قلقان. بكرة تفرح وتهيص ويتحقق حلمي، وساعتها يا بنت يا رانيا هعمل لك فرحك في اكبر فندق في البلد، واجيب لك اكبر مغنيين يغنوا لك في الفرح، واحسن رقاصه ترقص قدامك، بس يتحقق الحلم وبكره تقولي سعد نصار قال. مش قصة سعد نصار، قصة الناس دي تيجي الاول ونشوفها. بص بقى حضرتك، لو خصمت التكاليف الحقيقيه من الارباح وقارنت الارقام ببعض هتلاقي في عجز جامد جدا. مين؟ افتح يا سعيد، انا عاشور. طب دقيقه واحده، معلش انا اجيب بيه، دقيقه واحده وراجع لحضرتك على طول. اتفضل يا لا مؤاخذه. بص يا معلم سعيد، الكلام بتاع المعلم فكري بتاع زمان ده انتهى خلاص وراح لحاله. يعني ايه؟ يعني شغل الاتوات ده خلص خلاص، فتلم لي نفسك وبالادب كده. ده انت سافف جامد بقى. انت اتجننت يا عاشور؟ انت جاي لي بيتي تقول لي انا الكلام ده؟ ولسه الكلام ما خلص، وكل قرش اخده المرحوم هيرجع. ودلوقتي يا سعيد كده اهو، وماله؟ طب اتكل انت على الله دلوقتي، وانا هجمع لك فلوس المرحوم واصححهم لك واديهم لك قدام الناس ان شاء الله. لا كده الكلام ما وصلش. لما عاشور يقول كلمه تصدق، ولو ما تصدقتش يا سعيد دي بتطلع، عارف دي؟ فيا اما الفلوس تطلع يا اما روحك اللي هتطلع دلوقتي يا سعيد. اوعى تفتكر سعيد لوحده، ده انا شرحك. انت مين بالصلاه على النبي؟ انا بلطجي وقلبي ميت وهجيب خبرك. مين ده؟ انت عارف فكري؟ ما يجيش شعره فيا. خلاص يا معلم زركش. ما خلاص يا اسطى، لما المعلم زركش يتكلم كله يخشع.